بتحضر اجتماعات وبتلاقي الناس بتتكلم باختصارات ولا كأنها شفرة في الحرب العالمية التانية. كلهم قاعدين بيقولوا ROI CRM KPI OLE. ما تقلقش، مش لوحدك. في حلقة النهاردة هنفك طلاسم الإدارة ونشرح لك 3 مصطلحات بيبدأ بسببهم الخناقة وبتنتهي بتقديم استقالة. أولاً 4 بمعنى 4P، وده موضوع خاص بالتسويق، وهو عبارة عن مزيج تسويقي للعناصر اللي بتساعد الشركات إنها تقدم خدمة أو منتج وتحقق أرباح. Product المنتج، وهي السلع أو الخدمة اللي الشركات قايمة عليها وبتقدمها. Price السعر اللي بيتحدد من خلال القيمة الحقيقية للمنتج بعد دراسة أسعار المنافسين وطبيعة المستهلك. Place مكان التوزيع، إمتى وفين بتتعرض المنتجات، يعني هتفتح محل ولا هتعرضها أونلاين، لأن كل مكان وليه طريقة تسويق مختلفة. Promotion الترويج، بمعنى إزاي هتعلن عن المنتج، لأنه لازم توصل للناس صح. مثلا لو عندك مطاعم بتقدم الكشري، Product هيبقى كشري بجودة عالية بأحجام مختلفة، عادي، وسط، جامبو. Price تحديد الأسعار حسب حجم الطبق ومقارنته بأسعار المحلات المنافسة في نفس المنطقة. Place يعني ممكن الفرع الرئيسي يبقى في وسط البلد وفرع تاني في حي شعبي، زائد خدمة توصيل سريع عبر التطبيقات. Promotion مثلا مع كل طبق جنبه كوباية عصير قصب ببلاش يوم الخميس. ثانياً 5 يعني 5S، ده نظام ياباني هدفه استغلال الأماكن والمساحات ومهم جداً لإدارة المخازن والإنتاج. تعالوا على السريع كده نتعرف عليهم. Sorting التصنيف والترتيب، من خلال تكويد الأصناف ونقل الحاجات اللي ملهاش لازمة، المهمة بس هو اللي يفضل. Set in order التنظيم، لتقليل الوقت في البحث عن الأشياء، يعني مكان لكل حاجة وكل حاجة في مكانها. Shining التنظيف، النظافة أهم حاجة حفاظاً على المنتجات وصحة العمال. Standardizing التوحيد، كل أماكن العمل شكلها موحد ومش كل واحد شغال بدماغه. Sustaining الاستمرار، يعني عود الناس على النظام وخلي الإجراءات واحدة للجميع. وعلى نفس مثال مطاعم الكشري نشرح الموضوع. Sorting فرز المواد الخام، عدس، مكرونة، أرز، حمص، والتخلص من الحاجات اللي قربت تبوظ أو اللي ملهاش استخدام. Set in order وضع كل مكون في أماكن واضحة مكتوب عليها أسماء المنتجات وترتيبها في المطبخ حسب التسلسل اللي الشيف بيشتغل بيه. Shining تنظيف الأرضية وأدوات الطهي بعد كل وردية وتلميع الحلل والرفوف. Standardizing كل الطباخين يشتغلوا بنفس الطريقة وبنفس المقادير بحيث الطعم يفضل ثابت في كل فرع. Sustaining تعليق جداول تنظيف وتعقيم، تدريب الطاقم الجديد على أسلوب التنظيم ومتابعة تنفيذ القواعد يومياً. ثالثاً 6 يعني 6 سيجما. سيجما هو رمز إحصائي بيستخدم لقياس الانحراف المعياري لتشتت البيانات. و6 سيجما منهجية قائمة على البيانات هدفها تحسين الجودة من خلال تقليل العيوب، يعني لو الجودة بتجيب صداع هنعتبر ال6 سيجما هي البنادول، ودي بتتم على كذا مرحلة. التعريف، وفيها بنحدد المشكلة والهدف وفريق العمل ونطاق المشروع. القياس، بيتم جمع البيانات عن المشكلة وتحديد الأسباب اللي أدت ليها. التحليل، لمعرفة أسباب المشكلة لعزلها والعمل على حلها. التحسين، تحسين خطط العمل وتبادل الأفكار وتقديم الحلول. التحكم، مراقبة النتائج وتقييم الأداء وتثبيت المتغيرات. طيب لو حبينا نحسن الجودة في مطعم الكشري بتاعنا. التعريف، المشكلة هي شكاوي متكررة من الزباين بخصوص إن البصل أحياناً بيكون محروق. الهدف، تقليل عدد الشكاوي بنسبة 90%. القياس، جمع بيانات عن مدة ودرجة حرارة قلي البصل ونسبة الأطباق اللي بيرجعها الزبون. التحليل، تبين إن بعض العاملين بيستخدموا درجات حرارة مختلفة في كل وردية وده بيسبب تفاوت في النتيجة. التحسين، تثبيت درجة حرارة القلي وتوقيت محدد لكل دفعة بصل وتدريب الفريق عليه. التحكم، وضع مراقب جودة في المطبخ واستمارة متابعة يومية للتأكد من جودة البصل والتسوية. في النهاية لازم نعرف إن كل مصطلح من دول ممكن يبقى سبب إن مدير يستقيل أو مشروع يفشل أو شركة تخسر ملايين. بس في وسط كل ده السؤال الأهم اللي محتاج إجابة فعلاً، إيه أحسن محل كشري كلت من عنده؟ احكولنا، يلا شاركنا رأيك.